بيقولوا الزوجة الصالحة رزق من عند ربنا. فهل الزوجة اللي أنا بتكلم عنها دي دلوقتي هتكون أم صالحة؟ الإنسانة الأنانية، الإنسانة الطماعة، الإنسانة الزنانة اللي دايما بتزن على طلبها بالأسبوع وبال10 أيام ب7 ساعات أو 8 ساعات في اليوم علشان أحقق لها اللي هي طالباه واللي هي عايزاه. فدي هتكون أم صالحة؟ النهاردة هنحكي ونقول دي قصة شاب، قصة حقيقية من واقع الحياة ويشهد ربنا. المهم ان هو بيحكي وبيقول ان هو خطب 3 مرات، وفي ال3 مرات اولا هو شاب ملتزم جدا جدا، انسان بيصلي وبيعرف ربنا وما بيشربش سجاير، انسان عنده ما شاء الله تبارك الله شقة كبيرة قوي، هو مشطبها لوكس جاهزة من كل حاجة بعرقه وشقاه. وكمان والده متوفي من زمان قوي، وله اختين متجوزين وام واحدة قاعدة يعني مريضة قاعدة في البيت الدور الأرضي، وهو له شقته فوق. المهم ان هو انسان كامل مكمل وشغال في شركة محترمة. المهم الشاب ده بيقول انا عمري ما كان ليا في اللف والدوران والمشي مع البنات والكلام ده كله، انا انسان ملتزم وبعرف ربنا وليا اخوات بنات، وعلشان كده ما يرضينيش ان انا امشي او اعمل حاجة غلط مع اي بنت. المهم ان هو خطب مرة واتنين وتلاتة، وبيقول يشهد عليا ربنا ان التلاتة عمر ما كان الغلط او العيب مني انا. الاولانية كان انسانة لقيتها بتكلم شاب تاني غيري كانت ماشية معاه من قبل الخطوبة وانا معرفش، ولقيتها فضلت تتكلم معاه بعد الخطوبة، وده جرح كبريائي جدا وبالتالي انا سبتها. التانية كانت إنسانة كويسة ومحترمة والكل بيشهد بأخلاقها، قلت كويس وتمام قوي. لقيت أهلها ناس استغلالية وصعبة لدرجة ما تتصوروهاش، لدرجة إن والدتها بقت تتريق على جسمي فسبتها. جت التالتة ونفس الحوار، لقيتها بنت استغلالية ومش كويسة خالص. المهم إن العيب أقسم بالله كان منهم هما التلاتة ومن أهاليهم، ومع ذلك بقيت أسيب وأفركش في الدنيا. جيت الرابعة دي كله كوم، واللي بشوفه من الرابعة دي كوم. البنت دي ما شفتلهاش وصف في حياتي. انا اول ما اخدتها وخطبتها كان الكل بيشكر في اخلاقها وفي عيلتها وفي احترامها وفي كل حاجة كويسة، وسألت عليها كتير. قلت ماشي الحمد لله ربنا يوفق، ودخلت وفعلا كان في قبول. واللي كان يشوفها في الاول يقولك انسانة في قمة الاحترام والذوق والرقة وكل حاجة جميلة فيها. بس اهلها فعلا بجد انا ما اكدبش ان هم ناس محترمين جدا جدا، ناس طيبين ناس مؤدبين ناس محترمين، يعني فيهم كل حاجة حلوة وبيحبوني وشاريني جدا جدا. بس اللي اكتشفته بعد كده ما كملتش بعد الخطوبة ب3 4 أسابيع، لقيت بدأت تزن في حاجات هي ملهاش إن هي تطلبها أصلا. أنا الحمد لله كنت داخلها وأنا شقتي متشطبة لوكس، بقت تتكلم في تفاصيل الشقة، وأنا كنت عايزة كل حاجة من أغلى وأنضف حاجة، وكان نفسي إن أنا أشوف الشقة من قبل الدهان والكلام ده، لدرجة إن هي طلبت مني إن أنا أتغير دهان أساسا في الشقة. طب أنا راجل بطولي وبشتغل بدراعي، وربنا يعلم انا شقيان قد ايه علشان نعمل في الشقه دي. المهم فضلت تزن عليا، انسانه زنانه بطريقه رهيبه رهيبه، بتطلب مني طلبات فوق مقدرتي اصلا خالص. وكمان لما قلت لها يا بنتي الناس الطلبات دي اوفر قوي مش في مقدرتي ان انا اعملها، تقول لي ده انا مش ملزومه. يا بنتي انت المفروض دلوقتي بقيتي خاطبتي، يعني عارفه ان انا معايا ايه ومعيش ايه، ما يعني تحس بيا او كده، عمري ما هوديك او هعملك حاجه اقل من حد، بل بالعكس زيك زي احسن الناس. تقولي لا انا مش ملزومه ان انا اتحملك دلوقتي، انا اتحملك بعد الجواز. المهم بقى تطلب طلبات فوق طاقتي بطريقه صعبه، زن لا يمكن ان هو يوصف. دي حاجه. الحاجه التانية كمان لقيت فيها قمه الانانيه، البنت دي عايزه تاخد وما تديش، ما تديش، كل كلامها دبش بطريقة صعبة. البنت بتطلب طلبات يعني عايزة تفضل تزن عليه بالأسبوع بال10 أيام عشان ألبي طلباتها. دي حاجة. الحاجة التانية إن هي مفيش عندها خد وادي والكلام ده، لأ، منتهى الأنانية. كمان شوية واكتشفت ان هي بقى بتعلي صوتها عليا في الكلام في الاسلوب، بتزعق قوي وصوتها عالي عليا قوي. كمان لقيتها بتوقع ما بيني وما بين امي، ازاي تسمع كلام امك وما تسمعش كلامي. شوية وقلبت على اخواتي البنتين، بقت توقع ما بينهم، تقول لي اختك بعتالي وبتقول لي كذا وكذا وكذا، وانا ما عملتش الكلام ده واختي ما عملتش الكلام ده، علشان تكرهني في اخواتي البنات. كل ده انا خاطبها من 5 شهور تقريبا، في ال5 شهور انا يمكن اتصالحت معاها مثلا اسبوعين، لان هي يومين اتنين مظبوطة وكويسة قوي. بقيت الاسبوع نكد، نكد بمعنى نكد، بترن عليا 100 مرة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مهما افصل لان انا في شغل
وفي شركة، مهما أفصل عليها لازم تفضل ترن 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 لو مليون مرة لحد ما نرد عليها. ويا ريت حتى لما ارد عليها بتقول كلمة حلوة، او انت في ايه، او انت وحشتني او كده. لا، دي بتتفتح زي المدفع اللي بيتضرب، ما بتفصلش. كلام جارح، كلام سافل. انا برن عليك زي الكلبه، ما بتردش عليا ليه، وانت وانت وانت. ما بيهمهاش انا مع مين او واقف وسط مين، ايا كان. المهم ان انا كل فتره بلاقي فيها اسوأ فاسوأ فاسوأ، لحد ما جيت في يوم كنت بلاحظ دايما ان هي عصبيه جدا جدا، وبتقعد تفرك في ايديها والحاجات دي. لقيتها في يوم بتقول لي على فكره انا، يعني هي كان والدتها متوفيه من فتره، بتقول لي انا من بعد ما والدتي توفت كان جالي حاجه في راسي، فاتعالجت كتير عند دكاتره كتير ومحدش كان يعرف في راسي ايه، لدرجه ان هم قالوا لي لازم تروحي تزوري دكتور نفسي وتمشي مع دكتور نفسي فترة وكده. فما حدش مشاها، لأن والدها وعمها وننتها والكلام ده كله محدش أخد اهتمام. فاعترفت لي بالكلام ده. فأنا لحد دلوقتي مش قادر اخد قرار. البنت تعتبر مريضة نفسيا، البنت بتتعصب بطريقة رهيبة قوي قوي. بتقول لي انا لما بكون متعصبة مش شايفة قدامي اصلا، مش عارفة انا بقول ايه. البنت بتقول اي كلام، وبتقول كلام يجرح، والبنت بتوقع بيني وبين اهلي، بتوقع بيني وبين والدتي. مع ان والدتي، انا والدي متوفي من زمان جدا، ووالدتي يعني ماليش غيرها، ست كبيرة في السن وست مريضة وظروفها على قدها جدا يعني. فالحل مع البنت دي ايه؟ انا محتار من ناحيتين. ناحية ان انا خطبت 3 مرات، خايف من كلام الناس، انا منكرش، مع ان محدش بيديني جنيه. يعني انا محدش بيديني جنيه، محدش بيصرف عليا، محدش اي حاجة. بس مش عارف انا، يعني والدتي واخواتي واهلي بيقولوا لي يا ابني محدش جبرك على كده، لو موت خطوبه مفيش فيها مشكله، احسن ما تتجوز وترجع تتطلق وتبقى بهدله وكده، فسيبها. فانا مش عارف لحد دلوقتي انا متمسك بيها على ايه، مع اني مش شايف فيها اي ميزه. يعني مفيش فيها ولا ميزه. يعني البنت المفروض بيبقى فيها عيب او اتنين، ده انا مش قادره اخرج منها ميزه واحده. ميزه واحده مش قادره اخرجها بجد. بس مع ذلك تلاقي نفسي ان انا رافض اسيبها. مع انها تقولي بحبها، لا والله بالنسبه لي الموضوع عادي. بس مش عارف، حاسس ان انا عندي رهبه، او حاسس ان الناس هتتكلم عليا، يقولك رابع مره يخطب ويسيب والكلام ده. فانا مش عارف، انا محتار. فقررت ان انا اكتب مشكلتي النهارده، بحيث ان الناس تديني سؤال لجوابي. البنت دي هتنفع تكون زوجة صالحة ليا فيما بعد؟ البنت دي هتكون قادرة إن هي تبني بيت وأسرة وكده، ولا من أول شهرين 3 هيحصل بيني وبينها تاتش؟ وخصوصا إن هي ال24 ساعة متنرفزة، ال24 ساعة يدوبك ممكن تهدى ساعتين 3 والدنيا تبقى تمام، بعد كده بتقلب على طول. فأنا عايش دلوقتي في جحيم، فأنا مش عارف بعد كده إيه اللي هيحصل. فأنا خايف من كلام الناس، وفي نفس الوقت خايف إن أنا هبني حياتي الجاية على جحيم. فأنا فدوني، أنا محتار. فده كانت قصة حقيقية من واقع الحياة، ده مشكلة شاب. وفعلا قال المشكلة بالتفصيل، وأنا حبيت إن أنا أقرأها بالتفصيل، مع إن هو بيقول إن هو اختصر كتير جدا جدا على قد ما يقدر، علشان الناس ما تزهقش وتمل من المشكلة بتاعته. يا ريت نرضى على الشاب ده ونقول له يعمل ايه في المستقبل، ويسيبها فعلا ولا ما يسيبهاش ويكمل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، علشان كل حكاوينا توصل لكم اول بأول.